الفنانة المصرية أنغام خضعت لجراحة دقيقة جدا في البنكرياس باستخدام تقنية المنظار الداخلي عبر الفم. الجراحة تم خلالها استئصال ورم أو كيس صغير من البنكرياس، وقد أكد الفريق الطبي أن الغالبية العظمى منه تم استئصالها، وأنه الجزء المتبقي تحت المراقبة والمتابعة الطبية لأنه حميد أي غير سرطاني. العملية أجريت بألمانيا في مستشفى متخصص بالعاصمة برلين أو ميونخ بحسب ما ورد في المصادر، مع إيلاء اهتمام كبير لحالتها الطبية الدقيقة. فريق الرعاية طالب بإجراء فحوص إضافية دقيقة لتحديد خطة العلاج المستقبلية، والتي قد تشمل العلاج الدوائي أو تدخل إضافي إذا لزم الأمر، مثل استئصال كامل للبنكرياس في حالة تطورات لاحقة. حتى الآن أنغام في تحسن تدريجي، بدأت تتحرك داخل غرفتها وتتناول الطعام رغم استمرار بعض الألم الناتج عن الجراحة. حالتها مستقرة وتخضع لمتابعة مكثفة، كما أفاد الفريق الطبي بأن خروجها من المستشفى متوقع خلال اليومين إلى الثلاثة القادمة إذا استمر التحسن. باختصار، الجراحة كانت عبر المنظار عبر الفم لاستئصال كيس أو ورم في البنكرياس. الكيس حميد وليس سرطانيا، وما زال الجزء المتبقي تحت المراقبة. فحوصات دقيقة ستحدد الخطوة التالية، كالعلاج بالمراقبة أو التدخل الجراحي الإضافي.